ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هتكلم عن معاناتي في البطولات. دايما وانا في البطوله او في الاتحاد عامه ببقى داخله، الناس شايفه ان انا شكلي ما يوحيش اني مدربه، دايما شكلي بيوحي ان انا لاعب او وليه امر. ودايما بتحصل مشاكل ما بيني وبين منظمين البطولات بسبب ان انا باجي ادخل مع اللاعب علشان عنده ماتش وهو يقول لي ممنوع يا انسه، ممنوع يا مدام، ممنوع يا ابله، ما فيش دخول، اصل ممنوع. حتى لو لابسه التيشيرت اللي مكتوب عليه الاتحاد او محطوط عليه اللوجو بتاع الاتحاد، فبضطر ان افضل ماشيه في جيب الكارنيه عشان كل حد يجي يتكلم اقول له والله العظيم مدرب، والله العظيم مدربه. وخصوصا ما بيبقوش مقتنعين ان انا معايا فريق شباب كبير. يعني ايه المشكله لو انا معايا الشباب اللي معايا اطول مني؟ يعني انا عايزه افهم فين المشكله ان انا اقف اكاتشن لشاب اطول مني، يعني فين العيب؟ فمعلش في سؤال، هو انا بقى لازم ابقى ضخمه او ماشيه عامله كده او اربي شنبي عشان يبان ان انا مدرب ولا اعمل ايه؟ نيجي بقى للكبيره، اجي اطلع الكارنيه بتاعي، شكلي في الصوره في الكارنيه غير شكلي اللي هم شايفينه. فانا اللي جوه الصوره دي يا كوتش، انا اللي في الصوره دي هو مش مصدقني، فنبدا نخش في مشكله ونبدا نتخانق لحد ما اعدي، اجي اخرج اخش واحد تاني اللي يكون واقف، نفضل بقى نعيد ونزيد في نفس الدايره اللي ما بتخلصش دي. وبعدين هو ليه لازم ان انا يكون معايا لعيبه او واقفه على تابيه ما كانتش اني لاعب لازم اكون يعني في ركبه صف اسنان؟ ليه لازم تشوفني ان انا كبيره قوي شكلي صغير؟ فين المشكله؟ يعني فين المشكله ان انا اكون شكلي صغير وواقفه باكاتش اني لاعب؟ ما هو انا بوصل له نفس المعلومات اللي المدرب بيوصلها له، بعلمه نفس الحاجات اللي المدرب بيوصلها له. فانا عايزه افهم انت مشكلتك بتبقى فين؟ في موقف حصل معايا في بطوله من البطولات بدون ذكر اسماء، كان معايا لاعب اسمه يحيى هيشوف الفيديو ده. المهم انا داخله ورا اللاعب علشان هو هيلعب الماتش، يروح الحكم اللي قاعد ينده لي ويقول لي ممنوع يا انسه. قلت له ايه اللي ممنوع؟ اللاعب بتاعي هيلعب دلوقتي. راح قايل لي لا حضرتك ولي امر، ممنوع مش ممنوع. رحت مطلعه له الكارنيه وابتسمت كده. فبرضو هو يعني نظرات اللي هي ايه، لا انا مش مصدق. فشويه وراح ناده للاعب نزله من على الحلقه وراح ساله بينه وبين اللاعب وقال له هو مين دي؟ اختك؟ راح اللاعب قال له لا دي الكابتن. قال له انت متاكد؟ فانا سمعته. فقلت له يا كوتش انا لسه موريلك الكارنيه بتاعي، ولا الكارنيه ده مش معتد بيه ولا ايه الظروف؟ فضحك والموضوع عدى. بس الموضوع بالنسبه لي مش حلو، يعني انا مش كل ما هقف على طب ايه انا مطلوب مني ان انا اقعد احلف لك ان انا المدرب بتاعه؟ فيعني بجد يا جماعه انا مش قصيره، هم اللي طوال اعمل ايه طيب؟ انا يعني احل المشكله دي ازاي؟ فين يعني ايه اللي بيحصل لو هم اطول مني شويه؟ هم اللي طوال زياده عن اللزوم، انا مش قصيره. برضو من ضمن المواقف اللي بتحصل معايا كان عندي لاعب بيلعب برضو وكسب، فطلع على الحلقه علشان اتصور معاه وكده. فالحكم اللي كانت فوق راحت برضو بصالي وبتزعق لي وممنوع وممنوع يا استاذه، ومين اللي دخل اولياء الامور؟ اقول لها انا مش وليه الامر، انا المدرب. فبصت لي برضو كده بصت استغراب وضحكت. يعني انا المفروض اعمل ايه؟ انا كل شويه هقول لحد ان انا الكابتن هيضحك؟ يعني انا مش فاهمه ايه المضحك، يعني انا عايزه اعرف ايه الحس الفكاهي في الموضوع. وفي موقف بقى بجد ضايقني جدا، كنت مع لاعب وبرده كالعاده طويل قوي، الكلام ده من فتره طويله يعني، الحكم اللي قاعد راح باصص له كده بصه اللي هو مش عيب عليك تكون اطول منها وهي اللي واقفه تكاتشن لك؟ وراح باصص له كده وضاحك وقال له هي دي الكابتن؟ راح قايل له اه الكابتن بتاعتي. فالكابتن المحترم راح باصص له كده وراح ضاحك. فرحت انا مسكته الولد اللي معايا وقلت له خلاص الموضوع عدى، بس برضو انت كده دمك خفيف، يعني انت كده ها 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 ايه العسل في الموضوع؟ يعني انت كده عسل قوي، يعني المفروض نفرح بيك. ما تخليك في نفسك يا كوتش، يعني ما كل مدرب يخليه في نفسه، انت مالك باللعيبه التانيين؟ غير بقى نظرات المدربين للعيبه بتاعتي، وكل شويه هي واحده اللي بتمرنك. ما هو اللاعب بتاعي ده بيخش يحط على اللاعب بتاعك، اللاعب بتاعي ده بيخش يثبت جداره، ما هو اللي خلاه داخل بطوله ان هو بجد اتعلم صح، اللي هو بجد دخل ولعب مع اللاعب بتاع حضرتك وهزمه. فانت ايه اللي مضايقك؟ يعني ايه هو انت واحده اللي بتمرنك؟ يعني ايه واحده اللي بتمرنك؟ ما هي مش مشكلتي ان الست اللي عند حضرتك في البيت ما عرفتش تربيك بس. فانت ايه مشكلتك يا سيدي؟ ما حدش قالك تعالى اتمرن مع مدربه، يعني انت ما حدش اجبرك وجرجرك كده من ايديك وقال لك لا والله لا تتمرن مع واحده ست. لا يا عم ما تجيش تتمرن، بس مالكش دعوه هما بيتمرنوا فين. ما هو طالما مبسوط وواصل له المعلومه وعارف يأدي وبيخش بطولات وبيحقق يبقى الدنيا تمام، انت مالك؟ غير بقى مواقف كتير 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 بمر بيها، وخصوصا كوني كمدربه
ولفنون قتاليه، من ها ها ها, ها لعيبتك اطول منك، ها 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 طب ما تورينا كده بتلعبي ازاي، ها 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 ما تيجي كده اللعيبه بتاعتي قدام اللعيبه بتاعتك نشوف انت بتعملي ايه. محدش طلب رايك على فكره. انت كده مش جامد جدا، انت كده مش يعني مش انسان دمك خفيف، انت كده انسان وقح. ده بجد محدش طلب رايك، محدش اصلا اداك الحق انك تحكم. مين حضرتك علشان تيجي تقول لي انا عايز اشوف اللعيبه بتاعتي بتلعب ازاي؟ حضرتك مين اصلا؟ انت مين؟ فبجد الموضوع ده مش يعني مش في البطولات بس، هو في الحياه عموما، ان في جزء كده من الشباب شايف ان انا مفيش واحده ست تيجي تقول لي اعمل ايه وما اعملش ايه. محدش اجبرك، بس برضو انت مجبر انك تحترمها، ومجبر انك تحط لسانك جوه بقك وما تتكلمش. محدش قالك روح خد منها معلومه، هي بتدي المعلومه اللي هي اتعلمتها وتعبت فيها عشان تعلم من الشخص اللي قصادها. فانت محدش اجبرك انك تنزل تتعلم منها المعلومه دي، بس انت مجبر تحترمها. لكن تيجي ان انت تغلط او تفكر ان انت تستخف بدمك، الست دي يعني هتخلي شكلك وحش قوي. فلو سمحتوا نربي عيالنا ونتربى، علشان الموضوع ما بقاش حلو. وما بنيجي نتكلم باسلوب مش حلو بعد كده، او نيجي نرد مش لطيف، الناس بتزعل وبتتضايق. وطبعا انا لساني ما اتقطعش يعني، فانا ممكن ارد، بس انا الحمد لله اهلي عرفوا يربوني، فارحمونا علشان بجد احنا بنعاني. ولو سمحتوا ما تتدخلوش في اللي مالكوش فيه. سلام.